كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة الغريبة الناعمة بطريقة مظبوطة جدا، هتطلع معاكي ناجحة من أول مرة. ناعمة وبتدوب كده حرفيا. مكونات على الشعرة زي ما بنقول. مقدار صغير سهل جدا لأي حد يجربه لأول مرة، وهيطلع معاكم مظبوط بالشكل ده من غير ما تفرش ولا شكلها يتغير بعد التسوية. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا وصفاتي. في أي وصفة نواعم هقول لكم لازم يبقى عندكم ميزان عشان المقادير تطلع مظبوطة معانا. استخدمت 200 جرام من الدقيق، الدقيق فاخر بتاع الحلويات، حوالي كوباية ونص بالظبط، بس طبعا بالميزان بيبقى أدق. وعليهم 30 جرام من النشا. النشا بينعم أي نواعم، يعني تقدري في أي وصفة تقللي من الدقيق وتحطي بدلها نشا بينعم الحاجة. وعندي 40 جرام من السكر البودر المنخول، طحنيه في البيت ونخوليه عشان يبقى ناعم معانا. وكل ما السكر بيقل في الغريبة كل ما بتبقى مظبوطة ومش بتفرش معانا، السكر اللي زيادة بيخليها تفرش. استخدمت 125 جرام من السمنة البلدي، محطوطة في التلاجة باردة، بس هي الحتة دي ما تصورتش. وهم حوالي كوباية وربع من السمنة. والسمنة البلدي أساسي في الوصفة، ما ينفعش نستعمل الزبدة لأن الزبدة بيبقى فيها سوائل، والغريبة ما ينفعش فيها أي سوائل. حطيت المكونات على بعض كده واديتها رشة من الملح، وبدأت ان انا اخلطهم كويس لحد ما تمتزج معايا وتبقى حتة واحدة. اعجني براحتك، مش مفيش مية ولا في سوائل خالص في الوصفة، فالجلوتين مش هيتفعل، فبراحتك مش اقل من 10 دقايق لحد ما الدقيق كله والمكونات تختلط ويشربوا السمنة تماما وتبقى ناعمة معانا بالشكل ده. لو المطبخ عندك حر تقدري تحطيها في التلاجة 5 دقايق كده بحيث ان هي ما تسحش منك، وتطلعي تشكلي فيها. وقبل ما اعمل المقدار كله واحطه وادخله الفرن لازم اجرب منه كام واحده كده الاول علشان اشوف النتيجه بتاعتها هتطلع مظبوطه معايا. لو فيها اي حاجه اقدر ان انا انقذها قبل ما ادخل المقدار كله في الفرن. جربت 3 وحدات كده ودخلتهم الفرن على درجه حراره 160 مسخن مسبقا لمده 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعه حسب الفرن بتاعك. شكلت بقية الكمية كده وزينتها بالفستق وباللوز. تقدري تستخدمي اللولي او اي حاجة عندك او من غير خالص حاجة، وتشرحيها كده بالشوكة من الفوق تعملي فيها اي شكل براحتك. بكور وبحطها كده واحط عليها المكسرات واضغط ضغطة خفيفة بحيث انها تتفرد وتاخد الشكل الدائري. بصوا لشكلها دلوقتي وشكلها قبل ما تدخل الفرن عشان تشوفوا الفرق ما بين الشكلين، هتفرش ولا لا. قبل ما ادخلها الفرن طلعت التانيين وسبتهم يبردوا تماما علشان اقدر احركهم وهم باردين، وتاكدت ان هم شكلهم ما اتغيرش وحجمهم زي ما هم ومسحوش، وكده المقدار معايا مظبوط. دخلتها الفرن وقعدت معايا ربع ساعه بالظبط، وزي ما قلت لك كل واحد وحسب فرنه. وطلعتها وسبتها تبرد تماما قبل ما احركها من الفرن. ده بقى اللي سويتهم في الاول قبل ما ادخلهم، قبل ما ادخل بقيه المقدار. ناعمة ومظبوطة وفاتحة من تحت مش واخدة لون. لو عايزاها تاخد لون من تحت تبقي زودي الحرارة شوية، بدل 160 تبقى 170 أو 180، بس عينك عليها ما تبعديش عنها. شكلها زي ما هي مسحتش ولا حجمها كبر، مظبوطة على الشعر. جربوها، أنا متأكدة إن شاء الله إنها تعجبكم. ولو وصلتوا في الفيديو لحد هنا شكرا لكم إن انتوا اتفرجتوا للآخر. كل سنة وانتم طيبين.